غلطة خطيرة جدا كتير مننا بيغلطها لما بيجي يفوق مريض السكر اللي دخل في غيبوبة سكر. كتير مننا أول خطوة بنعرفها أو سمعناها أو شفناها في أفلام أو مسلسلات، لما لا قدر الله واحد معانا مريض سكر سكره اتحرق فدخل في غيبوبة السكر، أول حاجة بيقولوها لبعض: بسرعة بسرعة كوباية مية ودوب فيها معلقتين سكر وتعالى شربها لهم. ودي أكبر غلطة ممكن تعملها لمريض غيبوبة السكر دخل في غيبوبة السكر. الغلطة دي ممكن بشكل مباشر تؤدي لوفاته، مش هتفوقه. وقول لي ليه؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده قبل ما نشرح السبب او نعرف ليه ان الغلطة دي ممكن تؤدي لوفاته، خلينا نعرف الارقام الطبيعية لقياسات السكر، وامتى نعرف ان مريض غيبوبه السكر اللي قدامك لو متاح معاك جهاز السكر وحسيت ان هو دخل في غيبوبه تقيس له. امتى نعرف ان هو دخل في غيبوبه سكر واطي او غيبوبه سكر عالي؟ لان الاثنين بيعملوا غيبوبه سكر، سكر الدم الواطي وسكر الدم العالي. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده السكر الصايم، ومعنى كلمه صايم دي يعني ان صايم عن الاكل والشرب لمدة من 10 ل 12 ساعة، وبعض الناس بتقولك من 8 ل 12 ساعة عن الأكل والشرب. طبعا الشرب ده المقصود بيه مشروبات مثلا سكر في شاي، لبن مثلا، أي حاجة بتحتوي على مصدر للطاقة أو مصدر للسكريات بأي شكل من الأشكال. تبقى صايم عن الحاجات دي. السكر بتاعك المفروض يتراوح من 80 لحد 100 110. السكر صايم يبقى من 80 لحد 100 110. اقل من ال 80 اعرف ان السكر بتاعك بدأ يتحرق ولازم تاكل حاجة، لازم تلحق نفسك بحاجة عشان ما ينزلش عن كده. ولو نزل عن كده بنسميها غيبوبة السكر، او السكر بتاعك اتحرق، غيبوبة السكر المحروق، وهتبقى فاقد الوعي. ويعني لو مفيش حد جنبك لا قدر الله ممكن محدش يلحقك او ممكن ما تحسش بنفسك. طيب، السكر الفاطر دي معناه انك انت في يومك العادي واكل وشارب، بس ما تقيسش السكر بعد اي اكل وشرب في خلال نص ساعه او ساعه، لان طبيعي هتلاقيه عالي. السكر الفاطر بتعريف المعمل بيقول لك بعد اخر اكل او شرب انت شربته، طبعا الشرب بيحتوي على سكريات او يحتوي على مصدر للطاقه، بعدها بساعتين. ماشي، بس احنا بنسميه سكر فاطر او تحليل السكر العشوائي في اليوم. وده المفروض يبقى من 80 او سوري من 90 لحد ماكسيموم 160. 200 ما يزيدش عن ال 200، على شرط ان بعد الساعتين ده يبدا السكر ينزل تاني. ولو السكر ما بينزلش عن ال 200 معنى الكلام انك انت احتمال بنسبه كبيره يبقى عندك مرض السكر من النوع الثاني او النوع الاول. طبعا الكلام ده بيحدده التحاليل، بس دي مش مشكلتنا. انا النهارده جاي اتكلم في الغلطه اللي دايما بنغلطها لما نيجي نفوق مريض غيبوبه السكر. طبعا السكر لو علي عن ال 200 دخل 300 400 500 على حسب كل جسم، بس خلاص عدى ال 500 ممكن تدخل في غيبوبه سكر عالي. طب يا دكتور، انا ما عنديش جهاز سكر والشخص اللي قدامي دخل في غيبوبه وانا مش عارف هو غيبوبه سكر عالي ولا غيبوبه سكر واطي. مبدئيا كده تجنب موضوع كوبايه الميه بمعلقتين سكر وتشربها له. ليه؟ دي غلطه كارثيه، دي غلطه ممكن تؤدي لوفاته. ليه؟ مريض غيبوبه السكر فاقد الوعي والسيطره على اي حاجه. انت هتلاقيه لا عارف يكلمك، ممكن تلاقيه بنسبه كبيره فاتح عينيه باصص لك، فانت يتهيأ لك ان هو فايق. هو مش فايق، هو مش حاسس بيك، مش حاسس باللي حواليه، مش عارف يتكلم، مش سامعك بنسبه كبيره، فاقد الوعي بس عينيه مفتوحه. فبالتالي انت لو جبت كوبايه الميه ودوبت فيها معلقتين سكر وحاولت تشربها له، طبعا هو بنسبه كبيره مش هيعرف يبلع، فهتلاقي الميه دلدقت من بره، وبنسبه كبيره الميه ممكن تدخل في القصبه الهوائيه بتاعته، لانه في غيبوبه، فاقد القدره على الادراك والسيطره، مش حاسس بيك، مش هيعرف يبلع. فانت بتديله الميه بسكر، الميه بدل ما بتنزل في المعده بتاعته بنسبه كبيره الميه ممكن تدخل في القصبه الهوائيه، فكانك عمال تملى صدره ميه، فهو في غيبوبه مش حاسس، وكمان مفيش سكر في الدم يوصل للمخ، وكمان مش قادر يتنفس لانك مليت له الرئتين، او بمعنى اصح او بالمعنى البلدي خليته يشرق. وهو عشان خاطر في غيبوبه مش عارف يكح يطرد الميه اللي انت دخلتها له في القصبه الهوائيه، فانت عمال تدخل في الميه تدخل في الميه تدخل في الميه وهو مش عارف يكح ومش عارف يطرد الميه، فبالتالي ممكن بالبلدي كده بيغرق وهو صاحي قاعد قدامك. انت بتغرقه، بتدخل له ميه في رئتيه، مش عارف يتنفس، فهيموت هو غرقان وانت شايفه صاحي قدامك. وانت مفكر ان هو ممكن لا قدر الله
يموت نتيجه ان السكر بتاعه اتحرق وما عرفتش تسعفه كويس. فدي اكبر غلطه ممكن تعملها. الكلام ده او كوبايه الميه بسكر ممكن تحصل او ممكن تسعفه بيها لو في البدايات، لو حسيت ان بدات تظهر عليه اعراض غيبوبه السكر او اعراض ان هو هيبدا يدخل في غيبوبه السكر، ايده تبدا تترعش، يبدا يتعب، مش مركز معاك، متوه في الكلام. لو حسيت ان هو قادر يتعامل ويبلع ويشرب ميه او كده، ممكن تديله كوبايه السكر، ماشي، ميه بسكر تشربها له، هتحس ان هو بدا يفوق. طيب دخل في الغيبوبه وانت ما عرفتش دي غيبوبه سكر عالي ولا غيبوبه سكر واطي، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتفرق ازاي ما بين دي ودي؟ ومعكش جهاز سكر فمش تعرف تقيس له السكر. وخلي بالك في اللحظه دي التصرف السريع مهم جدا. انا هقول لكم على الخطوات اللي هو الجايد لاينز بتاعت الفيرست ايد في حاله غيبوبه السكر. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام العلم زي ما بنقول. اول حاجه بتعملها له هتديله سكر، ولكن مش كوبايه ميه بسكر، هتديله سكر بطريقه معينه هشرحها دلوقتي، تركز معايا. بس في سؤال مهم انت هتسالهوني، هتقول لي يا دكتور انا هديله السكر، افرض السكر بتاعه عالي، ما انا هديله سكر وهو سكره عالي او عنده غيبوبه سكر نتيجه السكر عالي، هديله سكر يرفع له السكر اكتر؟ بص، مريض غيبوبه السكر لو سكره عالي، ماشي، مش هتفرق شويه السكر اللي انت هتديهم له دول، مش هتفرق معاه خالص، ومش هتزود الطينه بله زي ما بنقول، هو اوريدي خلاص سكره عالي ومش هتفرق معاه. ولكن شويه السكر دول هيحيوه لو هو سكره محروق. ليه؟ السكر اتحرق، مفيش سكر واصل للمخ، خلايا المخ ما بتعيش كتير، خلايا المخ دقايق وبتبدا تموت او بتبدا تفقد وظائفها طالما ما دخلهاش امداد السكر الكافي ليها. فالفيرست ايد، ماشي، اول خطوه لازم تعملها لمريض الغيبوبه، طبعا الكلام ده انت عارف ان هو مريض سكر وفي الغالب ان دي غيبوبه سكر، لازم اول حاجه تعملها انك تديله سكر. سكره لو عالي مش هيفرق معاه، بس سكره لو اتحرق فعلا وكان واطي انت كده حيته، انت كده انقذته. طيب هتديله ازاي السكر من غير ما تدوبها له في كوبايه ميه وهو في غيبوبه ومش عارف يبلع ومش عارف تتعامل معاه؟ بصوا، الخطوات الصحيحة اللي هنمشي عليها بالحرف بالملي هي دي أنسب خطوات ممكن تعملها، ودي هي اللي هتفوق مريض غيبوبة السكر إن شاء الله في أقل من دقايق. أول حاجة، مريض غيبوبة السكر، ماشي، طبعا أنت هتلاقيه إن هو فقد القدرة على التواصل معاك، متنح، مش شايف، هتلاقي عليه عرق خفيف كده، مش بيتكلم، مش سامعك، مش مستجيب لحركة ايدك، عينيه ما بتتحركش. اول حاجة هتعملها هتنومه على ظهره. طبعا لما هتنومه على ظهره هتبقى راسه باصه لفوق، ما تحطش حاجه في بقه راسه باصه لفوق، اي حاجه هتحطها في بقه هتسقط في زوره وممكن تعمل اوبستراكشن او تسد مجرى الهوائي فهيموت منك مخنوق. ما تسقهوش ميه وهو باصص لفوق، نفس القصه. اول حاجه هتعملها بعد ما تنوم على ظهره، تقوم لافف راسه يمين خالص او شمال خالص، لازم يبقى يمين خالص او شمال خالص، لف راسه بالراحه يمين خالص او شمال خالص. وتجيب يا اما سكر بودره مثلا، او يا اما بونبونايه، او يا اما عسل ابيض او عسل اسود، وانا افضل العسل والسكر البودره. طيب هنعمل ايه يا دكتور؟ بالراحه خالص، عندك جوانتي البسه، ما عندكش معلش تعامل، ده مريض انت بتحاول تسعفه عشان تلحق تفوقه. هتبل صباعك عسل اسود او صباعينك هتدخلهم في برطمان العسل الاسود، وهو راسه جاي على اليمين خالص، تدلك بيه خد البق من جوه، تعمل مساج خفيف خد البق من جوه بالعسل الاسود وهو جاي على يمينه. ولو هو جاي على شماله يبقى هتعمل الخد اللي باصص لتحت من جوه، هتعمل له مساج وصباعينك الاتنين مليانين عسل اسود. ليه؟ لان الاغشيه المبطنه للفم من جوه وتحت اللسان، الاغشيه دي ليها قابليه للامتصاص السريع للسكريات من الفم. فاسرع حاجه واسلم حاجه عشان تدخل له سكر للدم بشكل مباشر انك تعمل له الحركه دي، تعمل مساج للخد من جوه، ماشي، بعسل اسود او عسل ابيض او بونبونايه، بس خلي بالك البونبونايه اوعى تسقط منك برضو جوه في زوره، احنا قلنا هننومه على جنبه عشان خاطر تبدا تعمل مساج بالبونبونايه في الخد من جوه، او سكر ابيض شويه صغيرين تبدا تدلكهم في الخد من جوه. المفروض في خلال دقيقة أو دقيقتين هتلاقيه بدأ يتحرك، بدأ يفوق شوية، مش هيكتسب الإدراك مرة واحدة بنسبة 100%، بس هيبدأ يفوق معاك. استمر
استمر لحد ما يفوق، واول ما يفوق يبقى في كامل وعيه ويبدا يتكلم معاك ويتعامل. ممكن تبدا تاكله حاجه عشان خاطر يعوض السكر المحروق بتاعه. لو ما فاقش يبقى في الغالب ده بنسبه كبيره سكر محروق. طبعا انت المفروض تكون بتتصل بحد او باسعاف يجي يساعدك. سكر محروق ملوش اسعافات اوليه في البيت او في اي مكان، لازم التعامل معاه بانسولين ومحاليل، فلازم يروح على اقرب مستشفى او اقرب عياده. طيب معلش سؤال برضو اتسال مهم جدا، دكتور السكر التراكمي هل هو مؤشر لان اللي قدامي ده مريض سكر؟ السكر التراكمي مؤشر وليه ارقامه. السكر التراكمي المفروض الطبيعي يبقى اقل من 5.7، اقل من 5.7 يبقى انت انسان طبيعي. ممكن يعلى عن 5.7، لو 5.7 و6.4 ما بين الرقمين دول كده انت حاجه اسمها بري دايابيتك دايابيتس، يعني اللي هي انت في مرحله ما قبل السكري، انت داخل على السكر. طب يا دكتور ده مؤشر ان انا اكيد مريض سكر وهبدا اخد علاج؟ على فكره انت ممكن لو نظمت اكلك بالفيديو اللي انا شرحته قبل كده بتاع ليفنج جوه بعد الاكل بسرعه، والاكلات والنشويات والسكريات بتعلي السكر وتنزله والحكايه دي، لو ظبطت اكلك ونزلت وزنك انت مش هتحتاج تاخد علاج سكر. بالنسبه للناس اللي ارقامها فوق ال6.4 كده انت دخلت مرحله انت مريض سكر. في ناس بتبقى 10، ناس بتبقى 12، ناس بتبقى 9. انت كده مريض سكر ولازم تبدا علاج فوري او لازم تبدا متابعه فوريه مع دكتور وتبدا العلاج بتاعك. يا رب يكون الفيديو مفيد. ما ننساش لو الفيديو عجبنا نعمل لايك للفيديو ونعمل شير عشان خاطر غيرنا يستفيد، واكتبوا لي في التعليقات تحت اي سؤال انتوا عايزين اجاوب عليه او اي موضوع عايزين اتكلم فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله الفيديو الجاي.